عليكم. الثلاجة فيها مية قال انا جعان قوي قوي. ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وحالكم في احسن حال. فيديو النهارده فيديو مهم، فيديو جديد. بقالنا كتير مجوزناش حمام، والنهارده جايين نجوز الامور دي. بما اننا بقالنا كتير جدا مصورناش اكتر من اسبوع او 8 ايام عشان خاطر ضغط العيد والموسم. النهارده فيديو مليان حاجات كتير حلوه ان شاء الله باذن الله. النهارده يا رجاله احنا جايين نجوز الحمام اللي احنا موقفينه ومش ملاقينه بقالنا فتره، تمام كده؟ الحمام اللي احنا مش مجوزينه القص الشربات دول بقالهم كتير واقفين لحد ما يخلصوا ريش، والقص الخضر الباشا اللي تعبني معاه ومش عارف اخد منه حصوه لحد دلوقتي. فيديو النهارده يا رجاله فيديو دسم فيه حاجات حلوه كتير. فرجكم على اول زغلول ووزار نفرخه السنه دي. ان شاء الله، بس ده هيبقى في اخر الفيديو. عايزك لما توصل لاخر الفيديو تقول لي على نوع الزغلول اللي احنا فرخناه، تمام كده؟ اول قص هنلاقيه معانا النهارده هو المعلم دوت. المعلم دوت على طول مشوك زي ما انتوا عارفين، وانا الفتره الاخيره دي كنت بفكر ان انا خلاص يعني ابيعه، لان اوقات كتير بيبقى في حمام كده انت مالكش حظ فيه. بس رجعت وقلت طب انا دلوقتي لو بعته وانا هخسر القص، حتى لو بعتهم زي ما انا جايبهم برضه هخسر القص، وانا بصراحه مش عايز اخسر حمامتين بالمستوى ده. فخلينا مكملين معاهم وهنجرب نسيب الحمام دوت اليومين اللي جايين. بس عندنا مشكله ان الباب ده زي ما قلت لك بيفتح، فاحنا جبنا خشب للباب عشان خاطر ايه؟ نبدا نركب باب سلك للحمام ونبدا نفتح بقى للقصوص. قص زي كده، خش يا معلم، بس انت كده يا معلم مطلعش. قص زي ده يسيب، قص زي ده يسيب، قص زي ده الدكر ان شاء الله باذن الله ننضف عليه الفتره اللي جايه، يبدا برضو يسيب. قص زي الموليمنز اللي احنا مش عارف ان هم واقفين ليه لحد دلوقتي يسيب. زغاليل زي كده، زغاليل زي دي نبدا نسيبها. في حاجات كتير عايزين نعملها في السلاكه، بس اللي طبعا الباب هيبقى في سوسته، هيركب له سوسته عشان خاطر الباب يقفل على طول. طبعا هنركب له ترباز عشان خاطر برضو يبقى امان لو حابب ان انت تبقى قاعد بره وسايب الباب يدخل هواء يخرج شويه العفار اللي بيبقوا موجودين جنب الشفاط، يبقى انت كده برضو بتراعي الحمامتين بتوعك. تعالى اقول لك قصه القص الشلباص دول وبقالهم قد ايه واقفين عندنا، وهنجوزه مع بعضينا برضو في الفيديو، ونبدا نظبط شويه حاجات في السلاكه. نعمل كده او قبل ما نجوز القص تعالى اقول لك على حاجه حصلت برضو غريبه في السلاكه، ماشي؟ تفتكر الزغلول المفصص ده ابن مين؟ احنا كده عايزين نظبط الفرشه. الزغلول المفصص ده ابن القص الحماريات، وهوريك اخوه دلوقتي. ابن القص دول، ماشي كده؟ القص دول احنا كنا واخدين منهم حصوتين حضناهم، وهم تحتهم زغلولتين لبه. هفرجك عليهم برضو واحنا مع بعضينا في الفيديو. بس تعالى افرجك على اخو الزغلول. سمي الله كده، اللهم صل على النبي. تعالى ايه؟ تعالى بص كده، ده زغلول بديري، اخو الزغلول المفصص اللي انت شايفه، ابن القص الحماريات، تمام كده؟ ده تقريبا تاني لقو للحمام ده، او تاني لقو للقص، او تالت عيش اخده من القص دوت، واول مره يعملوا معايا كده. اللهم صل على النبي. القص دول خدت منهم حصوتين وحضنتهم تحت قص من الزواج، وسبت حصوايه هنا واحده بس اللي القص الزاجل حصاها، وقلت
ان شاء الله باذن الله، عشان خاطر لو العش مش عمران ما نبقاش خسرنا الزغاليل او الزغلول دوت. او لو ده عمر عش عمر حصوايه وحصوايه رايقه، يبقى احنا نرجع الحصوايه دي جنب الحصوايه العمرانه ونستفيد برضو بالزغلولين مع بعض. تعالوا اوريك القص اللي احنا حضرنا تحتيه. دول القص الزواجل اللي احنا حضرنا تحتيهم. القص دول النتاية حصت حصوايه واحده، وانا برضو بصيت على النتاية والله اكبر يعني ايه، لقيت مفيش حصى. بص الدكر رخم، دكر رخم. بصيت على النتاية تمام كده، لقيتها مفيش في حجرها حصوايه تانية، فابتديت انقل الحصى عشان ما انساش ميعاده تمام كده اهو، واظبط الحضان. طيب دول 3-4 ايام ونكشف عليه. انا مستعجلش في الكشف على الحصى تمام كده، 3-4 ايام وهنكشف على الحصى ده، نشوف الدنيا فيها ايه، نشوف هل الحصى عمران، لان ده اول حصى اخده من الدكر بعد ما عالجت الدكر مرتين ورا بعض تمام كده. الدكر اللي هنا احنا عالجناه من التنفسي مرتين ومره كنكر. ده دكر جديد لسه داخل عندنا، ويعني عايز اقول لك ان احنا دافعين فيه رقم تمام كده. ده اول حصى او اول جزء حصى اخده من الدكر بعد ما تعب، لان انا جبته وتعب على طول، محدش ياخد منه غير حصويتين، عمره وبعد كده فكوا، قصه كده ملهاش عايزه. فاحنا خلينا ايه نمشي النهارده 23 او 24/3 ان شاء الله باذن الله، 4 ايام 5 ايام ونبص على الحصى. عندنا ايه تاني في السلاكه؟ عندنا حاجات حلوه في السلاكه تمام كده، بس هوريك حاجه بسبب الاهمال بتاع الغاوي، او بسبب ان انت تبقى غصب عنك مرتبط بشغل، مرتبط بالتزامات عليك، فبتأثر مع الحمامتين، وده اللي الواحد بيحاول ما يعملش. تعالى اوريك. بص يا غاوي، بص يا معلم، انا ما بسيبش الدنيا كده. بص السلاكه كلها عايزه تتنضف. تنظيف السلاكه ده ان شاء الله باذن الله هنعمل له فيديو لوحده. حلو كده. انا بكلف الساعه دلوقتي 9، يعني وقت الكلفه بكلف الساعه 9. هوريك احنا هنعمل ايه عشان نظبط حصى للخضر تمام كده. القص دول الله اكبر، القص دول حصان فاضي تمام كده، المفروض كانوا يطلعوا مع القص الحماريات، مع حصان فاضي. النتاية قلشة وعلى طول قلشين، انا مش عارف يعني الحمام عندي اقسم بالله انا تعبت من موضوع القلش ده. زي ما انت شايف كده الباب زريبة زي الزفت. القص دول بعد 3 ايام هشيل من تحتهم الحصى. يعني احنا هنعمل كده، اللهم صل على النبي، هنسمي ونجيب النتاية الكبيرة، عايز دي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم بارك. دي النتاية الكبيرة اللي شغالة تمام. النتاية التانية كنت مديها للدكر فترة ومحصتش، فسحبتها لان الدكر خلاص لم النواعم بتاعته، فاحنا بايه بنحاول نستفيد منه على قد ما نقدر، لان احنا مش عايزين الموسم ان شاء الله باذن الله يتضرب مننا. حتى لو خدنا منه 20 ولا حاجة، يبقى احنا برضو ايه قدرنا نستفيد من الدكر، والموسم الجاي ان شاء الله نكون حلنا موضوع ان الحمام على طول بيقلش، ونشوف سبب لموضوع القلش المستمر عند الحمام. خش يا معلم كده انت ومراتك. كده عندنا ايه؟ كده عندنا الباشا ده، والباشا ده اول حاجة هنعملها ان احنا هنجيب له طاجن. في طاجن هنا، بص يا معلم، ده احنا كده كده ايه، ده طاجن لازم نروق عليه. بس اللهم صل على النبي، بس كده بس عشان احنا بنصور بايد واحدة تمام. حلو كده يا باشا اهو.
شويه تحديق، لان انا الحمام اللي انا بشببه ما بحطلوش تحديق غير اوقات معينه. تمام كده، ذكر زي ما هو كده. بص يا معلم، ده كده ايه، خد الطاجن بتاعه. نجيب له بقى النتايه. اللهم صل على النبي. النتايه التانية دول القص دول كانوا جايين لنا هديه من حد حبيبنا قوي قوي قوي، دكتور محمود. فاحنا ان شاء الله باذن الله برضو القص دول عايزين نفرخهم على السايب. احنا اول ما نعمل الباب هنبقى حلينا مشكله كبيره جدا جدا جدا، وهي ان احنا بنفقد طيور. بص، عشان كده بقول لك الحمام الشباب ده بحط له تحديق قليل جدا جدا جدا. تمام كده، لان في الغالب هما بيكرهوا التحديق من كتر ما هو موجود. فانا بحاول احط لهم كل فتره كده ايه شويه بعد الاكل، ما بحط لهمش الطاجن. انت لو جيت لك من هنا كده بص، طيب بص يا معلم، احنا في الفيديو اللي جاي هنبدأ نستف الحمام ده. اي عين فاضية زي اللي فضيت فوق دي هنحط فيها ان شاء الله ايه جوز. اي حاجة اللهم صل على النبي فردانية ان شاء الله هنسيبها اول ما نعمل الباب. تمام كده، تعالى افرجك بقى ايه على شوية حلويات ربنا يبارك لينا وليكم ان شاء الله باذن الله. طبعا انتوا شفتوا ده، دول زغلول ليهم حلو كده. الزغلول اللي هو اللي طالع بعشر دوت او القشاي ده ابن القص دول. تمام، يبقى الزغلول ده اللي هو في الطاجن مع البديري ده ابن دول. اخوه فين؟ تعالى اوريك اخوه فين. اخوه هنا. اللهم صل. شايف كده؟ صلى على النبي واذكر الله كده. ده المفصص الفاتح ده اخوه. طيب ده ابن مين يا عم اسلام؟ بص اللي تحت ده الفاتح خالص ده ابن مارادونا. ده ان شاء الله باذن الله برضو من ضمن الحاجات اللي احنا هنخليها ان شاء الله لنفسنا، والباقي ان شاء الله باذن الله هيخرج وقت ما يكون جاهز. والقص دول انا اعتمدتهم كتحضير ان شاء الله. انا كنت بفكر افك النتايه اجيب لها ذكر زاجل، بس هم بصراحه مش مقصرين معايا في التحضير، حامتين واخدين على بعض ومتجاوبين مع بعض. فانا ان شاء الله باذن الله مش هغيرهم. عندنا ايه تاني؟ عندنا يا باشا دول اخر اخبارهم القص اليمني دول، ان احنا خدنا من تحت النتايه الحصى، لان كانت النتايه او الذكر لسه جايين هنا فقلقانين على طول وبيقوموا من على الحصى. فاحنا ايه حاولنا ان احنا ناخد الحصى القديم لانه كان باظ كبس، ونسيب بقى النتايه ان شاء الله باذن الله تحص تاني براحتها. كده كده هما مش بابنا، يعني احنا جايبينهم بس ايه نغير بيهم الشكل في السلاكه ونغير بيهم الصوت في السلاكه. تمام كده. عندنا ايه تاني؟ عندنا هنا القص دول برضو الله اكبر معاهم الزغلولين بتوعهم. طبعا الطاجن مش احسن حاجه، واحنا ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي فيديو تنظيف السلاكه ان شاء الله باذن الله. هنعمل فيديو محترم واوريك كل حاجه بنعملها في التنظيف والشغل اللي احنا بنشتغله. القص قدامك اهو، ودول ان شاء الله ايه زغلولين. تمام كده. عندنا ايه تاني يا عم اسلام؟ عندنا المونيمنز اللي انا تعبت منها. بص بلحظه كده الواحد بيفكر ان هو الحاجه اللي مش جايه معاه سكه ان هو يمشيها. تمام كده. بس لو جيت لكل قص مش جاي معاك سكه هتمشيه فانت الخسران. القص دول انا جايبهم وهم عليهم زغلول، واخدهم من صاحبهم كان مربيهم لنفسه، وخدت منهم زغلول واحد. ده عالم، ممكن الزغلول ده يطلع نتايه، النتايه دي تفضل مريحه شويه، الله اعلم، ممكن يشتغل الله اعلم، وممكن نخلف الذكر مع نتايه تانية والنتايه مع ذكر تاني. كده كده كل ده تحضير بالنسبه لي، فاهم؟ فاحنا لسه ايه مش عارفين هنعمل ايه. القص دول
برضه الله اكبر. دول احنا خدنا منهم زغلول افرجك عليه دلوقتي ان شاء الله. النتاية برضه باذن الله على حصى، ربنا يكرم كده ان شاء الله باذن الله ناخد منها حصويتين تاني. وبرضه الحمام ده هيتربى على السائل. بص كده زغلولتين كنا واخدينهم من يوسف الرايق. بص ده احنا كنا واخدينهم من يوسف. في الغالب هيطلعوا دكرين ان شاء الله باذن الله. لو طلعوا دكرين هتبقى مصلحه، لان احنا كده كده عندنا نتي زياده ان شاء الله باذن الله. بنجهز لدفعه زغاليل هتقعد عندنا ان شاء الله باذن الله. فربنا يبارك. وزي ما يطلعوا ان شاء الله في دخلة الموسم الجديد هنبدأ بقى نملى كل اللي ناقص ذلك. اي حاجة ناقصة في السلاكة، اي باب ناقص في السلاكة. يعني احنا عندنا ال6 بيبان دول مفهومش حمام، دول ان شاء الله باذن الله هنبدأ نملاهم حمام من انتاجنا. دول برضو هيفضل فيهم 3 بيبان 4 بيبان، لان احنا ان شاء الله باذن الله الزغاليل دي هنسيبها ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك. بنحاول نطور، عندنا فكرة تاني وبنحاول نعملها الفترة اللي جاية، بس الفكرة دي هتحتاج فلوس، وهي تطوير السلاكة. تطوير السلاكة عندنا احنا، بص يا صديقي، تطوير السلاكة عندنا احنا كنا هنعمل بره في السطح، بس المكان مش هيساعد ان احنا نعمل بره في السطح. فاحنا هنعمل حاجة مهمة جدا، وهي ايه؟ السقف اللي انت شايفه ده احنا طبعا الزينة دي ان شاء الله باذن الله نلمها واحنا بننضف السلاكة. السقف اللي انت شايفه ده احنا هنفتح فيه طاقة، هنفتح فيه باب زي ضرفة كده تفتح وتقفل، تمام كده. هنعمل ايه تاني؟ هنعمل بنفس زي ما انت شايف كده بنفس النظام سلاكة فوق بنفس المساحة بس خشب، تمام كده. طبعا الموضوع ده هيحتاج فلوس ويحتاج مبلغ، فاحنا بنحاول نظبط الدنيا عشان خاطر نبدأ نعمل الموضوع دوت. وان شاء الله باذن الله الموضوع ده هيتعمل لما نفدي الحمام ونفك الحمام من بعضه في فترة الصيف، في الكام شهر اللي احنا بنريح فيهم الحمام، تمام كده يا رجاله. يبقى احنا عندنا حاجات كتير الفترة اللي جاية هنعمل. كلمتين بقى ليك عشان خاطر بكره وبعده ان شاء الله باذن الله ربنا يعديهم على خير. في موجة ومطرة ومنخفض جليدي وقصة كده صعبة. فالفترة اللي انت فيها دي بكرة وبعده دي لازم تدفي الحمام. تدفي الحمام بايه؟ اقول لك انا تدفي الحمام بايه. عندك ان انت تكون نوع الكلفة، وتعالى افرجك على الكلفة بتاعتي واللي انا باكلها للحمام بتاعي. بص يا صديقي، دي الكلفة اللي انا باكلها للحمام بتاعي، تمام كده. فول، قمح، شعير، ذرة صفرا، ذرة حمرا، بسلة بيضة، بسلة خضرا، عدس اصفر وعدس بجبة، لب زيتي، اللهم صل على النبي، فيها قرطم. الكلفة دي 224 جنيه اقسم بالله. حلويات وفيها نسبة بروتين كويسة جدا 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 للحمام، تمام كده. فانت تحاول تعمل ده اليومين اللي جايين بكره وبعده. معلقتين عسل على الميه اللي انت بتحطها للحمام، ونص ليمونه على حسب انت بتكلف قد ايه، وربنا يبارك لك. تعالى بقى افرجك على الزغلول اللي انا قلت لك عليه. احنا كده اتفرجنا على الزغاليل كلها؟ لا لسه. تعالى بص، هم دول من سن، اللهم صل على النبي، دول برضو عش من ورا الذكر ده. دول عش، اللهم صل على النبي، عش حمريات من ورا الذكر ده. او الله اعلم بقى يطلعوا ايه. فيهم واحد في الغالب ممكن يطلع حمري او واحد للذكر وواحد للنتاية، ربنا يكرم، تمام كده. الفترة دي فترة اللبة دي انا بدي علف، تمام كده، لحد ما يبتدوا يدبسوا. بعد كده بكلف كلفة عادي، تمام كده. تعالى افرجك على الزغلول اللي احنا
قلنا عليه. صلي على النبي. اشكر الله. يا كوكو اهي. الله اكبر. ده يا معلم زغلول. الله اكبر. زغلول سكروطة، اول زغلول من فرخ الموسم، وانا هنا بقول لك سكروطة تمام كده. يعني وش ده، الوش ده وش سكروطة، مش وش اخضر، مش وش ابلق فحمي. الله اكبر الله اكبر. يعني ان شاء الله باذن الله يعدي على خير، لان انا عانيت مع الزغلول دوت كتير. كنت عمال احاول معاه ان هو ما يجي. ده انا عانيت معاه اول يوم. ليه؟ الزغلول كان ليه ميعاد فقس، وانا عارف ميعاده. فطلعت بصيت على الزغلول لقيته ايه؟ منقر والدنيا تمام، والعش الحمريات دول معاه في نفس اليوم او فرق يوم. فانا قلت ايه يا دي اسلام، ايه خلاص منقر سيبه. جيت تاني يوم برضه نفس التنقيره، مفيش جديد. طب انا هعمل ايه؟ طب بالليل يا دي اسلام ايه؟ افتح له سنه عشان ما يجلس، لانه اكتر من كده هيجلس. جيت بالليل برضه لقيت نفس التنقيره، رحت فاتح له سنه، وانا بفتح سنه لقيت ايه؟ لسه في دم. طب انت ناقر بقالك يوم ونص، لسه في دم. فتحت له وسبت. اول ما لقيت دم وقفت. دي برضو نصيحة لازم تعملها، اول ما تلاقي دم طلع معاك في الزغلول لازم توقف. وقفت يا عم اسلام؟ وقفت تمام. قلت هاجي بالليل، انا اروح الشغل نازل الساعة 6 الصبح، هرجع بالليل هلاقيه مخلص نفسه والدنيا تمام ومفيش مشكلة. تمام كده يا عم اسلام؟ تمام. رجعت من الشغل لقيت الحصواية متطبقة. قلت بص ايه، انا ايه واخد عين فيهم ماليش نصيب فيهم، فمش مشكلة اكيد الزغلول. بفكه لقيت الغشاء بتاع البيضة لازق فيه والزغلول صاحي. اجري يا عم اسلام هات ريشة مكان الحتة اللي فيها اللزق دي وايه وشوية مية وفك واحدة واحدة كده لحد ما يفك. فكيت الزغلول. اول يوم لبنوه مفيش. جيت بالليل قلت يا دي اسلام ايه، روح الشغل وارجع، وانت راجع ما لقيتهمش لبنوه، حط القص الحماريات وهات ايه الزغلولتين دول مكانه. وكده كده ايه ده قص كريزات، هيزق. رجعت لقيتهم مدين له حاجه بسيطه قوي. قلت لا انا كده ايه مش هحركه من تحت، ان تاني كده كده قص حنين، وانا عارف ان هم ايه ممكن يكون خلفوا يوم ولا حاجه فايه، فمفيش لبه او هم لسه مجهزين لبه. سيبهم لحد الصبح. جيت الصبح لقيته متلبن ومية مية والباشا رايق دنيته تمام. شكرين. اللي انا عايز اقوله لك ان انا خدت 20 حصوايه من ال3 قصوص مفيهمش غير زغلول واحد. انت متخيل كميه ان انت تصبر على حمام وتسمع كلام من ناس، يعني فيهم اللي بيحبك وفيهم اللي ما بيحبكش، يقعد يقول لك يا عم انت ما بتفرخش غير زواجل بس، يا عم عندك ايه؟ اقول له عندي سكروطة اخضر وكذا كذا كذا، يقول لي وريني فرخك. يا عم انت كده كده مش هتعرف تفرخهم بيعهم، خليك في الزواجل. قصص كتيرة كده. فالحمد لله ان احنا بنجتهد مع الحمامتين بتوعنا وبنشتغل على الحمامتين، وباذن الله ان شاء الله الفترة اللي جاية مفيش حصريات تاني. مشكلتي بس مع الخضر، ولو الخضر فضلوا على كده هسيبهم وكأنهم مش موجودين في السلاكة، لان انا جايبهم برقم وعشان ابيعهم. حتى لو بعتهم كسبت فيهم هخسر القص واخسر مواصفات القص. فانا كده كده ان شاء الله خليني معاهم لحد الاخر. زي ما قلت لك هي بتفضل مقفله شويه وبعد كده لما بتفتح ربنا هيرضيك منها، فما تقلقش ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم اخوكم اسلام ابو كنده من مكانكم من سلكتكم.